اهلا بكم في فيديو جديد في قناتي اكلات ووصفات. برحب بكل المتابعين. هنعمل صينيه كوسه. الغدا النهارده هيبقى كوسه. في ناس بتعملها مع بطاطس بيبقى طعمها مش حلو، والناس بتعملها بجزر كمان مع البطاطس. لا، انا بحب الكوسه يبقى كوسه، البطاطس تبقى بطاطس. معايا الكوسه هقشرها. عندك مقور قشري بيه، سكينه من مشرشره قشري بيها. يعني هي بيبقى شكلها جميل لما بتتقشر باي حاجه مشرشره، وعلشان ما تاخديش الطبقه اللي فوق دي كلها، عشان دي فيها الفوايد بتاعه الكوسه كلها. معايا البصل والطماطم وشويه توم، برضو التوم سليم ما انتش هرساه، وقرن فلفل. عايزه تقطعيهم دواير ماشي، عايزه تقطعيه تسيبيه سليم براحتك. البصل قطعيه رقيق على قد ما تقدري، علشان الكوسه ما بتغيبش في التسويه. يعني البصل بياخد ولعه ونار وتسويه اكتر من الكوسه. معايا الكوسه قطعتها، ومعايا الطماطم مصفياها. انت اي اكله تعمليها جهزي كل حاجتك قبل ما تبداي فيها، علشان تبدأي تبقى كل حاجتك جاهزة، ما تغيبيش في عمال الأكل. الكوسة حطيتها، وحطيت البصل والثوم والقرنين الفلفل، عايزة تقطعيهم تسيبهم سلام براحتك يعني اللي انت عايزاه. والطماطم، فلفل اسود وملح وشوية زيت. عندك بدل الزيت ده عايزة تحطي فيه شوية سمين بتوع الشوربة كده اللي بيبقوا فوق وش الشوربة، حطيهم. ما فيش وعايزة تحطي شوية زيت ما فيش مشكلة. في حتة اللحمة بقى مستويين كده 3/4 سوا، ولا مستويين خالص وعايزة تسقطوهم فيها، ياخدوا غلوتين كده ولا حاجة، تحطهم في قلب الكوسة. ياخدوا غلوتين بيخلي طعم الكوسة جميل. عندك شوية لحمة مفرومين وعايزة تحطهم في قلبها، برضو بيخلي طعمها لذيذ. معايا حطيت الفلفل وحطيت الملح. اظبطوا حدق الأكل بتاعك، لما تخلوش حادق. لما يبقى عادب ويحتاج شوية ملح أحسن ما يبقى حادق ما تعرفش تداويه. احنا بنقول الكلام ده كله للبنات اللي لسه بيتعلموا، انما احنا عارفين ستات البيوت شاطرين وبيعملوا احلى اكل. لسه البنات بقى اللي لسه بتبدأ تتعلم كده، بالعرايس بنعلمهم يعملوا الاكلة ازاي بمكونات بسيطة، وبيبقى اكل يعني اهو اقتصادي ما بيكلفش، وبيبقى طعمه حلو وبيرجعنا لايام زمان واكل زمان. سويتي الكوسة، عايزة تحطها في الفرن تاخد وش، مفيش مشكلة. مش عايزة تحطها خلاص براحتك. وكان طعمها لذيذ وريحتها كانت جميلة. واشوفكم في فيديو جديد.